طوفان بشري من آلاف المغاربة اجتاح مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية بحراً وبراً. شباب شابات أمهات يحملن رضع، شيوخ بل وعائلات بأكملها واجهوا أمواج البحر وخاطروا بأغلى ما يملكون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندويو على الأحداث ديال سبتة. هاد الأحداث اللي عرفات اقتحام آلاف المغاربة لمدينة سبتة. السبب الأخير قد تكون دوافع اقتصادية. يقول البعض أغلب الواصلين شباب مغاربة يبحثون عن فرص عمل وحياة أفضل. هذه الدوافع غادي نحاولوا نتكلموا على هذا الموضوع، وغادي نحاولوا نطرحوا واحد السؤال اللي هو سؤال مزعج جدا خصوصا للمسؤولين الكبار، وهذا هو السؤال الحقيقي اللي خاصو يتطرح واللي خاصنا نلقاو ليه جواب. كيف ما كتعرفوا مؤخرا آلاف المغاربة اقتحموا مدينة سبتة. طوفان ديال بنادم مشاو بالفكره ديال باش يحرقوا لاسبانيا. اكيد بزاف ديال الناس وبزاف ديال المسؤولين تكلموا على هذا الموضوع، وكل واحد كيعطي الراي ديالو وكل واحد كيعطي الفكره ديالو، ولكن كاين واحد السؤال اللي ما شفتش شي واحد طرحه واللي خاصنا نطرحوه وخاصنا نلقاو ليه جواب. اكيد شفنا الالاف ديال المغاربه مشاو باش يحرقوا لاسبانيا، وكانوا مستعدين باش يضحيو بالارواح ديالهم باش يقطعوا لاسبانيا. وشفنا واحد الصورة محزنة اللي هي واحد كان هاز مو وغادي باغي يدخل بيها في البحر. شفنا دراري صغار، شفنا ناس كبار، شفنا واحد الصورة بحال شي ناس كانوا عايشين في الحبس وإن فوا تعطاتهم فرصة باش يهربوا وهما يهربوا. شفنا واحد الصورة اللي خلاتنا نتساءلوا، واش حنا عايشين في بلاد ولا عايشين في الحبس؟ علاش كل شي باغي يهرب؟ واشنا هو السبب؟ واش المغاربة كلهم إلا تعطاتهم فرصة باش يحرقوا واش كلهم غادي يسلتوا وغادي يبقى المغرب كيصفر؟ دابا الصورة وضحات وتأكدنا بأن المغاربة كلهم إلا تعطاتهم فرصة غادي يسلتوا وغادي يبقى المغرب كيصفر. لكن علاش؟ واشنا هو السبب؟ هذا هو السؤال اللي قلت لكم غادي يكون مزعج خصوصا للمسؤولين الكبار. المسؤولين الكبار خاصهم هاد الصورة خاصها تفيقهم، خاصهم يتساءلوا مع راسهم اشنا هو السبب؟ علاش الشعب اللي حنا حاكمينه كله بغى يهرب؟ علاش إلا عطينا لهاد الشعب اللي حنا عندنا سلطة عليه، إلا عطيناه فرصة باش يسلت كل شيء غادي يسلت؟ خاص المسؤولين الكبار يحاولوا يجاوبوا على هاد السؤال، يحاولوا يلقاو جواب لهاد السؤال، يحاولوا يلقاو حلول. لأن فريمون حاليا حنا في المغرب، وأنا شخصيا كنت سولت شحال من واحد صغير كبير، حاليا إلا سولتي في المغرب من الناس، من الدراري اللي عنده 10 سنين، اللي عنده 12 عام، حتى الناس الكبار، حتى ل 50 عام 60 عام، بزاف منهم غيقول لك تجيني فرصه باش نهرب غادي نهرب. كاين اللي مستعد يسمح في ولادو ويهرب، كاين اللي مستعد يسمح في والديه، كاين اللي مستعد يسمح في كل شيء غير باش يهرب من هاد البلاد هذه. ما بقاش حاملها، ما بقاش باغيها. هذا هو السؤال اللي قلت لكم مزعج واللي خاص المسؤولين يلقاو ليه جواب. خلينا من ديك الهضره ديال حكا راه قطعوا، حكا استغلوا الظروف ديال البلاد، حكا استغلوا الامن ما كانش بزاف، حكا استغلاتهم شي جهه. خلي هاد الهضره جاني في الجنب، خليها. دابا وضحت لينا الصوره واللي عطا الله عطاه. خاصنا نجاوبوا على هاد السؤال، علاش كل شيء باغي يهرب؟ خاصنا نلقاو جواب لهاد السؤال. تمنيت الصراحه في بلادي، وتمنيت حتى انا كمغربي شي نهار اننا نسولو شي شخص كيف ما بغى يكون العمر ديالو، كيف ما بغى يكون الاصل ديالو، ونقولوا ليه شنو هو الاوبجيكتيف ديالك في الحياه، شنو هو الهدف ديالك، ويقول لينا بغيت نستثمر في بلادي وبغيت نعيش وبغيت ان شاء الله نزيد لقدام. تمنيت نسمع بحال هاد الهضره، لان تقريبا دابا كل شيء كيقول لك بغيت نخدم، ولكن كيقول لك بغيت نجمع شويه الصرف، بغيت نسلت، بغيت نمشي لبرا. كاين اللي باغي يمشي لكندا، كاين اللي باغي يمشي لاوروبا، كله الخطه ديالو، كله الفكره ديالو. دابا الصورة وضحات، وخاص المسؤولين يلقاو جواب لهذا السؤال، علاش كلشي باغي يهرب؟ وفريمون دابا الا تعطات المغاربة كلهم تعطاتهم فرصة باش يهربوا، اكيد كلهم غادي يهربوا. وهذه واحد الحاجة اللي محزنة بزاف، ان يكون عندك شعب كله باغي يهرب، محزنة بزاف. لاننا حسينا في هذه الاحداث ديال سبتة الاخيرة بان المغاربة ما عايشينش في بلاد، بل عايشين في واحد السجن، غير صابرين وكيتسناو ديك اللحظة فين غيسلتوا، كيتسناو شي لحظه فين غيتحل الباب باش يهربوا. خصوصا الشباب كلهم، كل واحد كيقول الاخر فيكم ما تفيضوا. كان هذا هو الموضوع ديال اليوم، كانت هذه هي الهضره اللي بغيت نقول، خارجه من القلب الصراحه. هذا الشيء كيضرب في الخاطر، ما كيعجب حتى شي واحد. وللاسف الشديد هذا السؤال اللي طرحنا دابا
المسؤولين والناس اللي معنيين بالامر اللي خاصهم يطرحوه ويحاولوا يلقاو ليه جواب، ما طرحوش وما غادي يلقاو ليه حتى شي جواب. واصلا واكيد غيكونوا كيتهربوا من هذا السؤال، ما باغينوش. اكيد هما عارفين شنو واقع، لكن ما كيهضروش، ما كيتكلموش، ما كيتحاوروش مع الناس، ما كيتحاوروش مع الشعب، وكانهم غايبين وكانهم ما كاينينش. صراحه بزاف. المهم كان هذا هو الموضوع ديال اليوم. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم او على المتابعه ديالكم. شكرا لكم بزاف. نتلاقاو في الحلقه الجايه، ما تمشيوش بعيد.